السلام عليكم لكل الناس اللي بتسأل ازاي ان انا اطلب منتج الجرو بتاع سيرم الشعر لمشاكل الصلع ومشاكل تساقط الشعر والمشاكل دي بشكل عام. فخليني اقول لك ان انت هتدخل على الويب سايت. تمام. واول ما يفتح لك الويب سايت بالشكل ده. اول حاجه تعملها تتاكد من الدوله اللي انت فيها. منتج الشعر تحديدا ده متاح في مصر وليبيا والسودان، فبالتالي اي دوله تانية غير الثلاثه دول مش هيكون متاح فيها. في منتجات تانية طبعا لمشاكل تانية وحاجات تانية متاحه في دول كتير عادي، بس ده تحديدا مش متاح غير في الثلاثه دول. فانا هضرب مثال مثلا عشان الشخص اللي كلمني هو من ليبيا، فانا هضرب مثال اختار اول حاجه ليبيا واعمل تشينج اتاكد ان البلد هنا ليبيا. تمام. طيب بعد كده بنزل هلاقي المنتجات اهي موجوده. طيب هختار ده هو سيرم الجرو اهو ده، فبعمل اد تو كارت، فبطلع فوق كده بلاقيه ايه اتحط في الليسته، وبعد كده بدوس تشيك اوت. تشيك اوت دي بالنسبه لي بتفتح لي زي ادخال بيانات العميل. مثلا نفترض اسمي احمد، مثلا احمد المهدي مثلا على سبيل المثال يعني. تمام. واحط رقم تليفوني، اكتب بقى ايا كان الرقم، انا هكتب اي رقم وخلاص. انت بحط رقمك واحط كود الدوله، وهنا اختار ليبيا برضو حرف ال ليبيا اهي، ليبيا عرب جماهيريه. تمام. بعد كده اكتب هنا الايميل، مثلا عندي ايميل مثلا اسمي احمد مثلا ات مثلا اي حاجه @gmail.com مثلا. تمام. او احمد 666 عشان يبقى ايه ايا كان الايميل بتاعك اكتبه. وهنا انشئ باسورد لنفسك، يعني مثلا احمد 1 2 3 4 5 علامة شباك مثلا، نفس الكلام احمد 1 2 3 4 5 علامة شباك، يبقى اكتبه مرتين. يبقى انا كده هنا دخلت بياناتي عشان انا هعمل حساب اسمه حساب مستهلك، اقدر من خلاله فيما بعد هو نفس الحساب ده اقدر اشتري اكتر من مره بعدين لو انا عايز. تمام. فبعمل ساين اب. تمام. فبيقول لي طبعا عايز تسيف الباسورد اللي انت عملته، فبقول له تمام. طيب باجي هنا بخش بقى على الباسورد اللي انا عملته، فبدخله هنا، بكتب الايميل والباسورد اللي انا عملتهم وبدوس ايه لوج ان. هنا هيجيب لي الايه المنتج اللي انا اصلا كنت اخترته. فهيجيب لي ادي مثلا المنتج، وادي والله الضرايب بتاعت الدوله بتاعتي، وادي الاجمالي، وادي السعر الكامل كله. فبختار بروسيد تشيك اوت. لو انا عايز اشتري حاجه تانية بختار كونتينيو شوبينج، واقعد اختار حاجات تانية، لكن انا عايز دي لوحدها مثلا فبدوس بروسيد تشيك اوت. وهنا بيجيب لي هنا بقى اكتب عنوان الشحن بالتفصيل، وهنا ممكن اكتبه بالعربي عادي جدا، احمد مثلا المهري زي ما قلنا المثال. العنوان مش عارف شارع كذا مثلا امام محل كذا مدينه كذا بلد كذا، عنوان ايه بالتفصيل. نفس الكلام انا هكتب طبعا اي حاجه دلوقتي مؤقتا عشان انت بقى اكتب براحتك، انا بقى بكتب اي حروف. تمام. البلد مثلا نفترض اي ليبيا مثلا، اي بلد في ليبيا مثلا، مصراتة اي حاجه. تمام. المنطقه هكتب برضو اي حاجه. تمام. بعد كده انا بكتب الايميل بتاعي احمد 666 ده. بعد كده هنا بكتب رقمين تليفون طبعا هكتب اي حاجه دلوقتي، انت اكتب بقى رقم، حط الكود واكتب رقمين. الرقم الاولاني هو الاساسي، الرقم الثاني في حاله ان هم يعني شركه الشحن ما قدرتش توصل لك فبتتصل بالرقم الثاني كرقم احتياطي. هنا بتحط معلومات اضافيه، عندك مثلا معلومه حاجه زياده، تكتب اي ملحوظات، مفيش حاجه بتسيبها فاضيه. تمام. بعد كده بدوس تشيك اوت. تمام. طيب تشيك اوت هنا بقى بيجيب لي وسيله الدفع. عندي طريقتين طبعا، هختار الطريقه الثانيه لان باي توكن دي بتبقى اكواد من الشركه نفسها، فطبعا اختار الفيزا والماستر كارد وادوس عمليه باي. فبيدخلني على صفحه اقدر ان انا احط بيانات الفيزا بتاعتي فيها وادفع بالفيزا. وبعد كده المنتج بيتشحن لي لحد العنوان بتاعي، مثلا ادي اهو الفيزا، احط هنا رقم الفيزا ايا كان يعني، واحط هنا تاريخ الانتهاء بتاعها، واحط هنا السكيورتي كود والنيم، اسم الاسم صاحب الفيزا. يعني لو الفيزا دي مش بتاعتك تكتب اسم صاحبها عليها وتختار عمليه الدفع وخلاص. على كده انت كده خلاص تمام دفعت والاوردر تم، وهيطلع لك الاوردر في الاخر هيبقى ليه رقم. خد سكرين شوت بعد ما تدفع واحتفظ بالرقم ده عشان ده رقم الاوردر بتاعك، وتقدر تتابع بعد كده من خلال الرقم الاوردر ده. كده اعتقد كل حاجه خلصناها، ولو احتجت اي استفسارات انا معاكم.